ازيكم عاملين ايه؟ زيز دكتور شيماء. هقول لكم على 5 حاجات كل اللي تابعوا معايا في برامج المتابعه عملوهم وخفوا من مقاومه الانسولين وتعالجوا خالص، وكمان خسوا الوزن اللي هم عايزينه. في الفيديو ده هقول لكم الاول ايه هي مقاومه الانسولين، ايه الاعراض من غير حتى تحاليل، ايه الاعراض اللي ممكن تظهر عليك تعرفك ان انت عندك مقاومه انسولين من غير اي تحاليل، وايه ال5 حاجات اللي انا عملتهم مع كل حد تابع معايا وخلاهم خسوا الوزن اللي هم عايزينه، وكمان اتعالجوا من مقاومه الانسولين والحرق عندهم رجع كويس جدا وخسوا الوزن اللي هم عايزينه. فضوا نفسكم كويس بقى وركزوا معايا كويس قوي في الكل اللي هنقوله في الفيديو ده عشان اكيد مهم ليه. لو ما تعرفنيش انا دكتوره شيماء، اخصائيه تغذيه علاجيه سمنه ونحافه. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه. الاول خلينا نعرف ايه هي مقاومه الانسولين. مقاومه الانسولين ان جسمك بيقاوم هرمون الانسولين. الطبيعي في جسمك ان انت لما بتاكل حاجه فيها سكر او نشويات سكر الدم عندك بيعلى، جسمك بيطلع هرمون الانسولين عشان يقلل سكر الدم ده ويرجعه للحاله الطبيعيه بتاعته او النسبه الطبيعيه بتاعته، بنسميها حاله الهوميوستاسيس، وده اللي بيحصل مع الشخص الطبيعي. لو انت بقى شخص طول الوقت عمال تنقنق، طول الوقت عمال بتاكل، ما بتفصلش ابدا في الاكل، مش محدد مواعيد اكلك، طول الوقت بتاكل نشويات بسيطه وحلويات وسكر ابيض، فللاسف انت سكر الدم دايما بيعلى عندك وطول الوقت عالي، عشان كده جسمك طول الوقت هرمون الانسولين عندك عالي. لما بتفضل كده فترات طويله للاسف الخلايا بتاعتك بتبقى مش قادره تاخد السكر اللي انت عمال تدخله لها، فالجسم بيبدا يضغط على نفسه اكتر ويطلع انسولين زياده عشان يقدر يدخل السكر ده للخلايا. جسمك بيقاوم هرمون الانسولين، مش عايز يستجيب ليه. انت جسمك بالنسبه لك عامل زي اليويو بالظبط، كل شويه سكر الدم تعليه فالانسولين يعلى عشان يقدر يهضم السكر ده، وهكذا طول الوقت، وكل شويه بتعمل نفس السايكل بالظبط. عشان كده جسمك بيبدا يقاوم هرمون الانسولين. لما بتفضل كده لفتره طويله للاسف انت بتتحول لمريض سكر النوع الثاني. مش كل الناس عندها مقاومه انسولين بنفس النسبه، في ناس ممكن يعانوا منها بنسبه بسيطه، في ناس بيكون عندها متوسطه، وفي ناس بتكون عندها مقاومه الانسولين شديده جدا، والناس دي بتحتاج وقت اطول عشان تخف وتتعالج من مقاومه الانسولين. خليك عارف ان انت في الاخر هتتعالج من قفلت الفيديو من هنا وبدات تطبق اللي احنا هنعمله، هتخف من مقاومه الانسولين وهتتعالج منها، ولكن ابدا من دلوقتي. تعالوا نعرف مع بعض ايه الاعراض الفيزيائيه اللي هي هتظهر على جسمك لو انت فعلا شخص مريض مقاومه انسولين من غير اي تحاليل ومن غير اي حاجه خالص. اول حاجه اسمرار وكلف في منطقه الابط، وكمان حوالين الرقبه بتاعتك في اسمرار وفي كلف، ومهما عملت بقى ومهما استخدمتي من كريمات ومهما عملتي جلسات الكلف ده ما بيروحش، بيرجع لك تاني وانت برضه ما بتبقيش عارفه ايه السبب. فالمشكله هنا مش في الجلسات، انت لازم تعالجي السبب نفسه عشان تلاقي نتيجه كويسه. فالسبب بالنسبه لك هنا هو مقاومه الانسولين اللي انت لازم تعالجيه. تاني حاجه ان انت بيبدا يظهر في جسمك زوايد جلديه. الزوايد الجلديه دي ممكن ناس منكم تفتكرها وحمات بتظهر لك او مثلا حسنات او كده، لا، لازم تاخدوا بالكم الزياده دي بسبب مقاومه الانسولين برضو، فلازم تاخدوا بالكم كويس قوي. رقم 3 ان انت بيحصل لك زياده في الوزن مع انك ممكن تكون بتاكل نفس الاكل ونفس الحاجات بالظبط ونفس الكميات بالظبط، ومع ذلك حصل لك زياده في الوزن كبيره قوي. ليه انا زدت الزياده الكبيره دي قوي في الوقت القصير ده، ومع اني باكل نفس نوع الاكل بالظبط ونفس الكميات، بس برضو زدت في الوزن كتير قوي. رقم 4 ان انت طول الوقت حاسس بالجوع ومهما اكلت ما بتشبعش ابدا، بالعكس انت كمان بتزيد عندك شراهه الاكل خصوصا للنشويات البسيطه وكمان للسكريات. العرض الخامس ان انت مهما عملت ما بتعرفش تخس ابدا، يعني انت لقيت نفسك زدت زياده كبيره قوي في الوزن، تيجي بقى تخس مش عارف تخس خالص، حتى لو ماشي على دايت مش عارف تنزل في الوزن، وحتى لو انت نزلت بتلاقي نفسك نزلت قليل جدا، مع انك بقالك فتره مثلا كبيره شهر مثلا عامل دايت بتلاقي نفسك نزلت نسبه قليله قوي من وزنك. في نفس الوقت لو حصل مثلا ورجعت عكيت حتى لو في وجبه واحده بتلاقي نفسك زدت الضعف. مريض مقاومه الانسولين كده للاسف لما بيعك وهو لسه ما اتعالجش من المقاومه، الزياده في الوزن اللي بتحصل له بتكون كبيره جدا، لان انت جسمك مش عارف يهضم الاكل اللي انت اكلته. رقم 7 ومن الحاجات المهمه جدا ليك كمريض مقاومه انسولين ومن غير اي تحاليل تعرف ان انت عندك مقاومه، لو انت حتى جسمك كله مظبوط بس عندك كرش او بطن، وبتزيد كمان لو انت عندك كرش او بطن وجسمك كله كويس، او حتى عندك زياده في الوزن وبرده عندك كرش او بطن عاليه، هتلاقيها في الرجال اكتر من 102 سم وفي السيدات بتكون اكتر من 88 سم. اعرفي ان انت عندك مقاومه انسولين ولازم تلحقي نفسك وتتعالجي قبل ما تتحولي لمريضه سكر النوع الثاني. طبعا لما نيجي نقيس الوسط بتاعنا بنقيسه بالمازوره، لازم نقيس من عند السره، لازم ما نشدش المازوره جامد عشان نقيس صح.
ما ينفعش نشفط بطننا واحنا بنقيس، لازم تكوني مريحه بطنك خالص، والقياس بيكون من عند السر. ازاي بقى تعالج مقاومه الانسولين؟ الخمس خطوات اللي انا هقول لكم عليها دي خلاصه تجارب كتير قوي بالمتابعه الاونلاين، وناس كتير قوي خفت وتعالجت من مقاومه الانسولين ونزلت الوزن اللي هي عايزاه. فركزوا كويس قوي وطبقوا الخطوات بالظبط زي ما هقول لكم كده، وهتلاقوا نتيجه ممتازه. اول حاجه بنعملها، ودي حاجه انا بعملها مع اي حد بيبدا معايا: هل انت مستعد ان انت فعلا تتعالج من مقاومه الانسولين، وفعلا مستعد انك تتغير وتبدا حياه جديده؟ لان انت بقالك سنين كتير او بقالك فتره كبيره ماشي على عادات غلط، ماشي على نظام غذائي غلط، بتعمل كل العادات الغلط اللي خلتك عندك مقاومه انسولين اصلا. فاسال نفسك دلوقتي: هل انت مستعد ان انت تتعالج من مقاومه الانسولين؟ تاني حاجه لازم تعملها في علاج مقاومه الانسولين ان انت لازم تمشي صيام متقطع. الصيام المتقطع من احسن الحاجات اللي بتعالج مقاومه الانسولين. لازم تصوم لمده 16 ساعه وتاكل خلال 8 ساعات. بناكل خلال 8 ساعات وجبتين او 3 وجبات بالكتير، كل واحد حسب قدرته. ولو انت قدرت تمشي يوم وجبتين ده ممتاز جدا وكويس جدا. طيب احنا ليه بنمشي صيام متقطع؟ لان انت ما ينفعش طول الوقت تفضل تاكل وتفضل تنقنق، لان هي دي اصلا اللي خلتك عندك مقاومه انسولين. فانت لازم تمشي صيام متقطع. صيام متقطع هيخليك يبقى في ساعات طويله ما بين الوجبات، هيخليك تصوم لفتره طويله قوي. ده هيقلل سكر الدم في جسمك، وهيقلل كمان افراز هرمون الانسولين في الجسم عندك. فنبدا ان احنا نتعالج. كمان مش هيخليك قادر تنقنق طول الوقت، يعني الصيام المتقطع هيخليك محكوم شويه في موضوع الاكل، وهيظبط عندك العادات اللي هي غلط اصلا. الحاجه الثالثه هناكل ايه بقى؟ يعني احنا هنكسر صيامنا على ايه؟ لازم تعرف ان احنا هنمشي على نظام لو كارب دايت او فيري لو كارب دايت، يعني دايت قليل في النشويات. بس اول حاجه هتكسر عليها صيامك قبل اي حاجه هتاخد مشروب سد الشهيه الاول. ولو انت ما تعرفش مشروب سد الشهيه هتلاقيه موجود على الصفحه عندي، هحط لكم اللينك بتاعه فوق هنا، واحط لكم كمان في الديسكربشن تحت. مشروب سد الشهيه ميزته ان هو هيملى بطنك بسرعه، هيشبعك بسرعه جدا، وهيملى نص بطنك تقريبا، فمش هيخليك تاكل كميه كبيره جدا من الاكل، فبالتالي هيقلل شهيتك. بعد كده هنبدا نخش على الوجبه بتاعتنا. الوجبه بتاعتنا بيكون معظمها اي نوع بروتين انت تحبه. طبعا لازم اكلك يكون كله في طبق واحد، 3/4 الطبق بتاعنا بروتين زي ما انا قلت، وشويه خضار. ولو انت حابب تاخد شويه نشويات مفيش اي مشكله، بتبقى حاجه بسيطه جدا جنب البروتين الكتير والخضار الكتير بتاعك. طيب الخضار بتاعنا بيكون عباره عن ايه؟ عباره عن جرجير، بقدونس، كرفس، نص كابوتشايه ونص طماطمايه. ده طبق السلطه بتاعك الدائم، سواء هتاكل وجبتين 3 وجبات، طبق السلطه ده بيكون اساسي معاك، بيكون فيه نفس كميه الخضار دي بالظبط. عليهم بقى معلقه صغيره من زيت الزيتون البكر، بيكون ممتاز جدا ومناسب جدا مع مقاومه الانسولين بتاعك. معاك بروتين زي ايه؟ معاك بروتين زي البيض، زي التونه، زي الفول، زي الحمص، زي العدس، زي الجبنه القريش، زي السلمون. دي الوجبه الاولى بتاعتنا. طيب الوجبه الثانيه بقى بتكون عباره عن، الوجبه الثانيه بتاعتنا طبعا بتكون بعد حوالي 6 ساعات من الوجبه الاولى. يعني انت من الوجبه الاولى للوجبه الثانيه انت صايم ما بينهم، ما بتاخدش اي سناكس خالص، ما بتاخدش اي حاجه. الوجبه الثانيه بقى بتكون عباره عن ايه؟ برضو الطبق بتاعك بيكون 3/4 بروتين حيواني، زي ايه؟ زي السمك، زي اللحمه، زي الدجاج، زي التونه، ممكن زي البيض. طبعا مش محتاجه ان انا اقول لك ان احنا هنمنع عيش ورز ومكرونه، زيوت نباتيه وسكر ابيض ودقيق ابيض، طبعا حلويات. الفاكهه على حسب حالتك انت الصحيه ايه، بس الفاكهه لمعظم الحالات انا ما بديهاش. يعني الفاكهه في معظم الحالات انا بمنعها لحد ما مقاومه الانسولين نسبتها تقل ونبدا ان احنا نتحسن. بعد كده ممكن ندخل الفاكهه، لكن في الاول الاحسن انك ما تدخلش فاكهه خالص. طيب امال لو نفسي في حاجه حلوه اعمل ايه؟ ممكن تعمل حاجه حلوه تكون مناسبه مع اللو كارب دايت، اللي هو الدايت قليل النشويات، زي مثلا المولتن كيك، الدايت اللي احنا بنعملها من المتابعه الاونلاين. لو انتوا عايزين طريقتها اكتبوا لي في الكومنتس تحت. الحاجه الرابعه اللي احنا هنستخدمها هي المكملات الغذائيه. ولازم تعرف ان انت كمريض مقاومه انسولين عشان تبدا تخس وجسمك يستجيب ليه، في مكملات معينه لازم تاخدها. وكل اللي في برنامج المتابعه مشوا على نفس المكملات دي وفرقت معاهم وجسمهم بدا يستجيب بعد ما بداوا ياخدوا المكملات دي. ليه المكملات دي مهمه؟ لان هي بتزود حساسيه الخلايا لهرمون الانسولين اللي هي بتقاومه اصلا. كمان بتقلل سكر الدم اللي هو بيكون عالي عندك. كمان بتساعد ان انت تحافظ على مستوى سكر الدم في جسمك يكون ثابت ومستقر. طيب مكملات زي ايه؟ اول حاجه عندنا هي الكروميوم. الكروميوم بيتاخد قبل الاكل بنص ساعه على الاقل، بيتاخد من مره لمرتين في اليوم. الكروميوم بيزود حساسيه الخلايا لهرمون الانسولين، كمان بيساعد على هضم النشويات.
الحاجه التانية هو فيتامين دي، وفيتامين دي مهم جدا تتاكد ان انت ما عندكش نقص في فيتامين دي. فيتامين دي لو ناقص عندك جسمك مش هيحرق اصلا الدهون، والحرق عندك هيفضل واقف وشبه ميت تقريبا. لازم تتاكد ان انت ما عندكش نقص في فيتامين دي. طيب لو انت عندك اصلا نقص في فيتامين دي، طبعا لازم تاخد جرعه تزود فيتامين دي. غالبا بتكون من 1000 ل 2000 وحده في اليوم، وفي ناس في حالات النقص الشديد قوي ممكن ياخدوا 5000 وحده. طبعا ده على حسب ما الدكتور يقرر وحسب نسبه التحليل بتاعك. طب لو انت اصلا ما عندكش نقص في فيتامين دي، مهم انك تاخد جرعه تحافظ على نسبه فيتامين دي تكون ثابته ومستقره، لان فيتامين دي مشكلته ان هو ممكن يقل فجاه في دمك وانت مش حاسس. عشان كده مهم جدا انك تاخد جرعه وقائيه ان هي تحافظ لك على فيتامين دي ثابت ومستقر. انا بالنسبه لي في برامج المتابعه بدي اللي معايا في دروب. في دروب ده عباره عن ازازه بتتاخد مره واحده بس في الاسبوع. لو انت متاكد ان انت فيتامين دي عندك مش ناقص، في دروب ده ممكن تاخده من غير تحليل، لانه هو ملوش تاثير جامد قوي. هو تاثيره ما بيبقاش قوي جدا، لكن في نفس الوقت هيحافظ على جرعه فيتامين دي مستقره في دمك وثابته مش هتنقص. زي ما انا قلت بيتاخد بعد الفطار ازازه واحده مره واحده في الاسبوع. الحاجه الثالثه هو المغنيسيوم، والمغنيسيوم مهم جدا عشان يحسن جوده النوم عندك، هيقلل عندك الاكتئاب اللي بيحصل كمان في اول الدايت، كمان هيقلل عندك وجع العضلات والكرامبات اللي بتحصل لك في الدايت. رقم 4 فيتامين بي كومبلكس، وده مهم جدا للنشاط بصفه عامه وكمان عشان الاعصاب بتاعتك. طيب دول الاربع مكملات المهم تاخدهم كويس جدا في الاكل بتاعك. طيب بالنسبه للجلوكوفاج، ينفع اخد اللي هو الميتفورمين. الجلوكوفاج اللي هو يا جماعه الميتفورمين. الميتفورمين مهم ان انا اخده كمريض مقاومه انسولين. الحقيقه ان انا في بعض الحالات اللي معايا في البرنامج المتابعه الاونلاين ساعات بدي جلوكوفاج. ده على حسب ايه؟ حسب النسبه بتاعه مقاومه الانسولين نفسها، وحسب لو انت جربت الدايت ومشيت فتره ومفيش استجابه وبرده الحرق عندك واقع، لازم تدخل الجلوكوفاج في نظامك الغذائي. طب تدخله من نفسك؟ لا طبعا، لازم يكون تحت اشراف دكتور التغذيه بتاعك او الدكتور الباطني بتاعك. ما ينفعش تاخد الجلوكوفاج او الميتفورمين من نفسك ابدا، لازم تاخده تحت اشراف طبي. بس الاجابه عن السؤال، هو انا لازم اخد جلوكوفاج؟ الجلوكوفاج ممكن حالات معينه تاخده وبيكون مهم جدا ليها وبيفرق معاها جدا في مرحله نزول الوزن وعلاج مقاومه الانسولين. الحاجه الخامسه ان انت طبعا لازم تلعب رياضه. خليك عارف انك في الاول ممكن ما تقدرش تلعب رياضه، يعني كان عندي حالات في الاول خالص ما بتقدرش تمشي ربع ساعه على بعض، ده في الاول. بعد كده ما شاء الله بدات ان هي تعمل تمارين كارديو، ساعات تمارين هات، وبدات تدخل كمان في تمارين مقاومه. فانت خليك عارف انك في الاول ممكن ما تقدرش تلعب رياضه، لكن لازم تبدا على الاقل حوالي 10 دقائق في الاول، بعد كده زودها لربع ساعه، بعد كده زودها لنص ساعه، وهكذا. وابدا شجع نفسك، وبعد كده ابدا زود بالتدريج لحد ما توصل لنص ساعه ماشي سريع، وبعد كده ساعه كامله، وبعد كده اتنقل للمرحله الثانيه. لو انت مثلا ام او زوجه ومش عارفه تنزلي جيم او تنزلي الشارع اتمشي في البيت، مفيش اي مشكله، مع اولادك مثلا او في البيت عندك اتمشي. المهم ان احنا نعمل حركه. بعد كده طبعا لازم نعمل تمارين المقاومه. تمارين المقاومه مهمه جدا عشان تبدا تحفز العضلات بتاعتنا ان هي تستهلك الدهون الموجوده، فده بيساعد في علاج مقاومه الانسولين. وطبعا ده بيزود حساسيه الخلايا لهرمون الانسولين، والعضلات نفسها بتاعتك برضو بيكون فيها نسبه من المقاومه، فلازم تبدا تحركها عشان المقاومه دي برضو تقل. الحاجه السادسه اللي انا هنصحك بيها انك تصبر. لازم تعرف ان انت كمريض مقاومه انسولين انت عندك مشكله هرمونيه، مشكله في الهرمونات نفسها بتاعتك، والهرمونات دي هي اللي موقفه عندك نزول الوزن وموقفه الحرق عندك، مخليه الحرق عندك شبه ميت تقريبا، فانت غصب عنك. فانا مش عايزاك تحبط، عايزاك تصبر. خليك عارف انك هتتعالج من مقاومه الانسولين لو طبقت ال5 خطوات اللي انا قلت لكم عليهم في الفيديو ده، هتتعالج وتخف من مقاومه الانسولين. مقاومه الانسولين محتاجه شويه وقت ومحتاجه صبر منك شويه عشان تبدا تتعالج وتبدا انك تخف وتخس الوزن اللي انت زدته. بعد كده هتكون النتائج هايله جدا، وانت نفسك هتنبهر بنفسك وبالانجاز اللي انت حققته. وفي معلومه مهمه قوي لازم تعرفها كمريض مقاومه انسولين، ان انت ممكن تقف على الميزان تلاقي ميزانك ثابت ما بيتحركش، وده ممكن يحصل لشهور. لكن المقياس بالنسبه لك المقاسات بتاعت لبسك. ما دام مقاسات لبسك بتتغير بتصغر، بتلاقي نفسك مثلا مقاسك اتغير من لارج لميديوم، ومن ميديوم لسمول، اتغيرت من اكس لارج بقيت لارج، ده كده بالنسبه لك انجاز ان انت مقاساتك بتتغير. مالكش دعوه برقم الميزان خالص. بعد ما تخلصوا الفيديو قوموا دلوقتي ابداوا على طول وتعالوا لي بعد شهر قولوا لي الخطوات دي فرقت معاكم بنسبه قد ايه، وايه الانجاز اللي انتوا حققتوه
لو عجبكم الفيديو ما ينسوش تعملوا اشتراك في القناه، ما ينسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، ولو في اي سؤال اكتبولي في الكومنتس تحت.